ممكن تكون قاعد على الكنبة طول اليوم ومع ذلك حاسس ان طاقتك بتنقص مش بتزيد. ليه بقى؟ لانك ممكن تكون واقع في فخ الراحة المزيفة. الراحة المزيفة هي اللحظات اللي احنا بنفتكر اننا بنستريح فيها، لكن في الحقيقة احنا بنستنزف نفسنا اكتر. زي مثلا لما تفتح موبايلك علشان تهدى شوية وفجأة تلاقي نفسك بقالك ساعة بتتنقل بين انستجرام وتيك توك وفيسبوك. دماغك اتملت صور واخبار واراء. انت يمكن ما اتحركتش صحيح من مكانك، لكن مخك كان بيشتغل باقصى سرعة. او لما تقول مثلا انا هاخد بريك واتفرج على حلقة من مسلسل، لكن طول الحلقة عقلك شغال بيفكر في الايميلات اللي انت ما ردتش عليها او المشكلة اللي انت لسه ما حلتهاش. جسمك صحيح ثابت، لكن دماغك بيجري في سباق. دراسات من جامعة ستانفورد بتقول إن المخ وقت ما بيتعرض لمؤثرات بصرية ومعلومات كتير حتى لو انت بتعتبرها تسلية، ده بيحرق نفس الطاقة اللي بيستهلكها في مهمة شغل مركزة. يعني انت فاكر نفسك بترتاح لكنك فعليا بتستهلك بطاريتك. مرة اشتكت لي إنها مرهقة طول الوقت حتى في أيام الأجازة. لما ركزنا اكتشفنا إن معظم وقتها في الأجازة بيضيع بين مسلسلات وسوشيال ميديا. مفيش أي وقت هادي حقيقي. أول ما جربت بقى تقفل الموبايل وتمشي نص ساعة مثلا في أي جنينة، رجعت البيت وهي حاسة بطاقة أكتر بكتير من يوم كامل كانت قاعدة فيه على الكنبة ما بتتحركش. طيب تعمل ايه بقى يا بطل علشان تحس بالراحة الحقيقية؟ جرب كده تقفل الموبايل بتاعك او اي شاشة حواليك لمدة مثلا من 10 ل 15 دقيقة. اعمل اي نشاط بسيط بس ما يستهلكش دماغك. امشي مثلا، اشرب حاجة دافية، اقعد في الشمس. جرب تتنفس بعمق 4 ثواني شهيق و4 ثواني زفير، وركز بس في احساسك وانت بتتنفس. يا سيدي بص للسقف بس ما تبقاش باصص وانت بتفكر في كل المشاكل والحاجات اللي وراك. لما تعمل بقى الخطوات دي هتحس ان انت فصلت شوية، وهتحس بنوع راحة يمكن ما حسيتش بيه قبل كده. في الحلقة الجاية بقى هقولك أقوى أداة لازم نستخدمها علشان عقلنا كمان يفصل، وبتساعدنا كتير على الإنتاجية. الناس دايما بتقلل منها وفاكراها تضييع وقت، ومش واخدة بالها من أهميتها خالص، بس هي في الحقيقة مهمة جدا. ولو كنت بقى من الناس اللي طول الوقت قاعدة فاضية ما بتعملش حاجة بس ستيل حاسة انها تعبانة، اكتبولي في التعليقات ايه الروتين اللي بتعملوه في حياتكم بيخليكم طول الوقت منهكين. ويا صباح الاستمرنج القمر.